بمجرد ما بتيجي قدامك سيرة أفلام الرعب بتفتكر فيلم واحد بس وموسيقى واحدة بس، لكن في حاجات أخطر من كده بكتير. عشان كده النهاردة عملنا لستة مهمة وخطيرة بأخطر 5 أنواع من القروش الأكثر فتكا بالبشر. لو في يوم من الايام انت وصاحبك نازلين البحر وواحد من صحابك بيهزر معاك تحت الميه، او تفتكر انه كيس بلاستيك من اللي بتترعب منهم لما بيرمس رجلنا تحت الميه، احب اقولك يا صديقي العزيز طريق السلام انت. لان ده قرش الماكو قصير الزعانف، واللي بيجي في المرتبه ال5 معانا النهارده. واللي بيميز عمنا ماكو ده بقى عن باقي اسماك القرش ان هو اسرعهم، واللي بيصل سرعته ل 56 كيلومتر في الساعه، وبتساعده سرعته دي على اللحاق باسماك معروف عنها انها سريعه جدا زي اسماك التونه العنيده وسمكه ابو سيف. وده مش اكله المفضل، انما بقى اكله المفضل هي اسماك الماكريل. ايوه زي ما بقول لك كده، زي ما سمعتني بالظبط، اسماك الماكريل اللي بتروح السوق بتلاقيها متلجه والناس بتشتريها. هو ده المفضل للقرش بتاعنا النهارده. وكمان السلاحف البحريه، بالرغم ان حوادث الهجوم على البشر اللي تم اتهامه فيها قليله مقارنه بانواع قروش تانية، الا انه بيجي في المرتبه التانية بعد القرش الابيض في الهجوم على القوارب. وقوته الهجوميه وشراسته دي خلته يفتك بقارب كامل ويغرقه في 3 دقايق بس. سامحني. عشان كده بيعتبروه الصيادين ان اخطر انواع القروش على الاطلاق، بس ده ما يمنعش ان الصيادين هم كمان الخطر الاكبر اللي بيهددوا. الحقونا الحقونا. لانه بيعتبر صيد سمين لهواة صيد الاسماك، لان من الصعب انك تصطاده عشان عنده عدوانيه كبيره جدا، والقدره اللي بتميزه هي القفز من الميه وتحرير نفسه من خطاطيف الصيادين. برافو. شفت النطة؟ يا شفت النطة؟ يا واجد. وبيقدر قرش الماكو ان يقفز الى ارتفاعات تتراوح ما بين 3 الى 6 متر. يعني حضرتك كده لو قاعد في البلكونه وبتشرب كوبايه الشاي والسيجاره في الشاليه اللي على البحر بتاع سيادتك، هوب تلاقي عمنا الماكو بيقول لك انت مفكر نفسك هتسيغ مني؟ ده انا ما حدش يتوقعني. مع ان حجمه كبير وبيوصل وزن المدام بتاعته اللي بتكون في سن البلوغ الى 600 كيلو جرام. ونفترض بقى صديقي انك فلتت من قرش الماكو وما خدش منك كوبايه الشاي من البلكونه، ولا طلع صاحبك اللي بيهزر معاك، مع ان صاحبك ده هو اللي هيوديك في داهيه على فكره بمقلبه دي، لان ده لتاني مره مش مقلب، ده اللي داخل عليك ده غالبا شراوي بعت لنا فاندام ولا ايه؟ لا ده مش فاندام، ده قرش الطرف الابيض المحيط، وده عكس النوع اللي فات خالص. كل اللي فات حماده وكل اللي جاي حماده تاني خالص. لان القرش الطرف الابيض المحيطي بيحب العزله وبيبقى بعيد عن اطراف الشواطئ والجزر، بيبقى خجول شويه كده، نقدر نقول بيتكسف يعني. لان القرش ده متهم بقتل مئات الضحايا في المياه الواسعه والعميقه في قلب المحيط. يا لهوي على خدود السودا. وبيمتاز النوع ده من القروش بحركته البطيئه وزعنفته الطويله اللي اطرافها متلونه باللون الابيض، لكن اهم واخطر حاجه بتميزه هو عدوانيته تجاه البشر وانتهازه للفرص. يعني بيشوف الوقت اللي بيناسبه وامتى يستغل الوقت ده. وفي فتره الحرب العالميه الاولى والثانيه اشتهر قرش الطرف الابيض انه اخطر على الجنود من مدافع الاعداء. انا يا بنتي فمع سقوط طياره او غرق اي سفينه في الميه بيكون مستنيهم وماسك الشوكه في الزعنفه الشمال والسكينه في الزعنفه اليمين. واشهر واقعه من الحوادث دي حادثه غرق السفينه الامريكيه يو اس اس انديانا بوليس، واللي تم نسفها على ايد غواصه يابانيه خلال الحرب في يوليو عام 1945. وكان السفينه دي عليها 1195 شخص، 300 منهم غرقوا من السفينه. المية ساعة لما مفيش بطانية انزل بيها. والباقي مات بطريقة مختلفة، منهم الجفاف ومنهم اللي مات بتسمم من المياه المالحة، لكن الأغلبية العظمى منهم مات بين أنياب قرش الطرف الأبيض. وبرضه يشديه الحادثة الأخيرة، بس الواقعة دي حصلت للسفينة البريطانية نوفا سكوشا اللي راح ضحيتها أكتر من 800 فرد، معظمهم برضه كانوا ضحايا للقرش ذو الطرف الأبيض، وهو دلوقتي مهدد بالانقراض بسبب الصيد، فادعوا له بقى. حسبي الله ونعم. نيجي بقى لصاحب المرتبة التالتة. احنا قلنا ان القرش اللي فات اطراف زعنفه كان لونها ابيض، دي بقى لونها سودا. ما لازم ننوع كده والا هتمل مننا يا صديقي. الله مش ممكن.
واسم النوع ده هو قرش الطرف الاسود، اللي بيميز النوع ده ان اطراف زعنفه بتبقى باللون الاسود. انت فكيك قوي. وبيوصل طول النوع ده في المتوسط ل 170 سنتيمتر، وبيتراوح وزنه من 25 كيلو لحد 100 كيلو جرام، وحجمها الصغير ده بيساعدها على القفز خارج الميه اثناء هجومها على مجموعات الاسماك الصغيره، اللي بيقدر يلف في الهواء 3 مرات قبل ما بيقع على سطح الميه مره تانية. لكن اخطر حاجه بتميزه هو انتشاره في المياه الساحليه والاستوائيه وغير الاستوائيه حول العالم كله، وتواجده بالقرب من سطح الميه، وده اللي بيخليه عرضه للمواجهات المباشره المستمره مع البشر. وطبقا بقى للملف الدولي لهجمات اسماك القرش عام 2008 تم تسجيل 41 هجوم من هذا السفاح الصغير. يا الهي، المسؤول عن 16% سنويا من هجوم اسماك القرش حول ولايه فلوريدا بالولايات المتحده الامريكيه. بالولايات المتحده الامريكيه بس، فما بالك بقى باقي الدول عامل فيها ايه؟ يا ناس يا ناس، الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. مادام جبنا سيره بقى اللهم احفظنا القروش، فلازم نجيب سيرة صاحب المركز التاني معانا النهاردة، يعني صاحب الميدالية الفضية، يعني القرش النمر. وتسمى كده عشان البقع الموجودة على جلده واللي بتشبه جلد النمر. مش بيشبه النمر بس في كده، لا كمان بيظهر بمظهر شرس وجسم ضخم واسنان حادة وبارزة في كل اتجاه من فكه، يمي خاف يعيد. يمي واللي بيساعده على المواجهات المباشرة بينه وبين البشر. بيعيش قرش النمر بالقرب من شواطئ المياه الدافية والمعتدلة بمعظم انحاء العالم، ومش بس كده، بيكون متواجد على عمق قريب من السطح وهو اقل من 2 متر، ومش راحم حتى الكائنات اللي في القاع يا اخي، اللي بيصل عمق القاع فيها ل 190 متر، وبتروح طوله المترين ل 3 متر و20 سم. اما بقى وزنه فبيبلغ من 90 كيلو جرام الى 160 كيلو جرام. وسفاحنا الضخم ده على عكس معظم القروش اللي بتتذوق الفرائس قبل ان يتم التهامها، فهو بياكل على طول ايا كان الحاجه اللي قدامه بياكلها. الزعيم يلهط على طول. عشان كده اكتشفوا في معدة قروش النمر الميتة حاجات غريبة جدا، زي كتل فحم وعلب طلاء ولوحات معدنية وغيرها. وهتسألني تقول لي ايه اللي جاب كتل الفحم في الماء؟ اقول لك معرفش، ده كلام كبير قوي، انا ما بحبش ادخل في مواضيع اكبر من دماغي. وغيرها بقى حاجات كتير من المستحيل اي كائن بحري ياكلها. حتى الحمية الغذائية بتاعته بتضم خليط عجيب وغريب بيجمع ما بين الطيور والتماسيح السامة واسماك القرش. ما تستعجبش من اللي سمعته، اسماك القرش ايوه اخواته، حتى اخواته ما سلموش منه. ايه الراجل ده؟ ده يا راجل يا مؤمن حتى السلاحف البحرية اللي ما ينفعش حد ياكلها ما عتقهاش، بقى ياكلها بعد ما يكسر الصدفة بتاعتها بعضات فكه القوية جدا. فمش من الغريب ان هجماته على البشر بتكون مميتة. فنصيحة يا صاحبي لو قابلته، هتلاقوني في المشرحة. مشرحة ايه؟ هو هيخلي فيها حاجة؟ ومعانا ومعاكم صاحب المرتبة الأولى بقى في تقرير المشرحة اللي احنا بنعمله ده. معانا بقى يا سيدي أخطر وأشرس وأفتى كائن حي في المحيط، وهو المعلم الكبير القرش الأبيض الضخم. وطبعا عارفين إن القرش الأبيض بينفع في اليوم الأسود. اللي خلاص في ايه يالا؟ الاسم ده يمكن مش غريب عليكم، لأنك ممكن تكون شفته في فيلم سينما أو على قناة MBC 2. واللي بيحصل مش زي ما بيجي في الافلام ان النهايه بيكون فيها اشخاص بيتم انقاذهم، لا ابسولوتلي، في الحقيقه مفيش فرصه لو شافك المخلوق الجميل بتاعنا ده. عندك في الطرف كمان ساعتين كبيره. بيمتاز بقى السفاح الكبير بتاعنا ان طوله بيوصل ل 6 متر، يا نهار ابيض، ووزنه بيوصل ل 200 كيلو جرام، فعشان كده خد لقب اضخم الدوار البحريه بين الاسماك. وبتتخطى هجماته جميع هجمات السفاحين الصغننين اللي قلنا عليهم من شويه، سواء اصابات او وفيات او هجوم على القوارب، بمجموع 403 منهم بقى 65 هجمه اسفرت عن موت الضحايا، و247 بدون مبرر ودون استفزام من الضحايا اصلا. تيجي تساله طب ليه يا قرش عملت كده؟ المشكله بقى اننا بنتعامل مع قرش فضولي جدا. ايوه فضولي جدا فعلا، وكمان عنده هوايه التسوق، يعني راجل فضولي وعنده هوايات، بمعنى ان لو في انسان موجود في محيطه نهارك لذيذ. ايه نهارك لذيذ ده؟ في ايه؟ يحب انه يتعرف عليه كده وياخد قطمه منه، يشوف طعمه حلو ولا حادق. بس مش دي المشكله، المشكله ان عنده 300 سنه تقريبا، انا ما عدتهمش بصراحه، عايز تعدهم اتفضل انت عدهم. وقوه عضه رهيبه، وهز بقى الضحيه يمين وشمال بيمخمضوا يا عيني. والقطمه الواحده اللي بياخدها بيكون فيها 9 كيلو جرام ل 14 كيلو جرام لحمه. والغريب والعجيب بقى ان عاده لما بيدوق قطمه واحده من جسم الانسان وما بيرجعش ياكل قطمه تانية. درجات احنا سمعتنا وحشه. لا يا صديقي، مش زي ما انت فاكر. النوعيه دي من القروش بتفضل الاكل الغني بالدهن واللي بيوفرها لهم الفقمات واسود البحر. واقف مصدوم في مرايتي، حبايبي اللي قتلوني، في حكايتي بحاول اخبي دموعي.
بس ما نفرحش قوي كده، لان القطمه الواحده اللي بياخدها من اي انسان بتكون كفيله ببتر عضو كامل او تدمير اي عضو حيوي من جسم الانسان. انت راجل مش جدع. وبكده نكون استعرضنا النهارده اخطر 5 قروش في العالم. ونصيحه من اخوك، اوعى تخض صاحبك في البحر تاني، وكفايه عليه خضه القرش، وخليه يروح يعمل لايك وسبسكرايب ويفعل الجرس. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.